صباح الخير. عاملين ايه؟ الساعه دلوقتي عندنا 8 صباحا. المدرسه هعمل معاكم تتبيله الشاورما اللي هعملها النهارده. عايزه اوريكم اللحمه اللي معايا. ده حوالي كيلو لحمه، حوالي 2 باوند وحاجه، يعني حوالي انا مقطعاها رفيع جدا، هي تقطيعه الشاورما. وحاولوا لما تجيبوها سيبوها شويه في الفريزر تفرز، بعد كده طلعوها قطعوها عشان تقطع بسهوله. معايا ميه بصل، فصين او 3 توم، معايا زبادي يوناني او اي نوع زبادي، شويه توابل كده ريحتهم تحفه، خل، ومعلقتين زيت. ميه البصل اللي معايا، على فكره بشرت البصل وخدت الميه بتاعته. طبعا شلت البصل في الفريزر ما بيجرالوش اي حاجه. احط الزبادي، انا هكتب لكم كل الكميات اللي انا استخدمتها تحت الفيديو. توم، معلقتين خل، التوابل انا مستخدمه ميكس توابل، هكتبه لكم برده تحت انا استخدمت ايه بالظبط، وشويه زيت، وبس كده خلاص، ولا فيش اسهل من كده. عايزه اقول لكم ان الزبادي بيعمل ماجيك في اللحوم، الزبادي او الالبان عامه، يعني لما تحطي شويه لبن او تحطي معلقتين زبادي في اي تتبيله لحمه او فراخ انت بتعمليها، بتدي طراوه للفراخ واللحمه حلوه جدا وما بتنشفش خالص. بتحطها في قلب التلاجة من مده من 6 ل 8 ساعات، مش اقل من كده. ممكن على فكره تسيبوها اوفر نايت، يعني ممكن تعملوها من بالليل وتستخدموها تاني يوم. كل ما بتقعد في التتبيله اكتر طعمها بيبقى احلى بكتير، وبتستوي احسن بكتير من ان انت بس تتبليها وتحطيها على طول تسوي. الشاورما المصري بقى من غير اي اضافات ولا خزعبلات ولا اي حاجه خالص، حاجه كده في منتهى الجمال. احطها بقى في التلاجة واشوفكم بعد 8 ساعات نعملها مع بعض. يلا باي باي.